بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. بس كنت بقى جايه لكم النهارده بقى حاجه بقى مش عارفه تعرفوها ولا لا. معلش الحته بس اتمسحت في الاول، اللي هي ايه، المفروض ان انا اجيب الحله وهي فيها الشوربه بس تقريبا هي اتمسحت في المونتاج يا ولاد. دي خبيزه يا ولاد، غسلتها غسله كويسه قوي. وكان عندي الشوربه طبعا، ايه، شوربه بط طبعا، حطيتها في الحله زي ما انتم شايفينها كده. وبعد كده رحت نازله ايه بالخبيزه على الشوربه، بس ده كل اللي انا عملته. حطيت الخبيزه في الشوربه، قطعت بصلايه طرنشات، طماطمايه طرنشات، 5 فصوص من الثوم او 4 فصوص من الثوم، مش هتفرق. تمام. بس كده، ده كل اللي انا عملته في الخبيزه. كانك كده مثلا بتسلقي فول البصاره، تمام، او بتعملي العدس نفس الطريقه كده. الخبيزه بتحطيها في الشوربه وبتسيبيها لحد ما تستوي معاكي كويس قوي. طبعا هي الحله بتاعتي بدات تغلي كلها، بعمل ايه بقى؟ بغطيها كده، بوطي عليها شمعه واسيبها حوالي ساعه كده براحتها. دي بقى الخبيزه يا ولاد. اللي مش عارف الخبيزه ايه؟ عروستي. والله العظيم الخبيزه دي جامده يا ولاد، وحكايه وهتعجبكم قوي والله العظيم. جربوها بس كده وانت تقولي ايه رايكم. على فكره الخبيزه دي يا ولاد عامله زي الملوخيه كده. بصوا يا حبايبي، انا خدت كبشتين شوربه من على وش الخبيزه. عملت فيهم ايه يا ولاد؟ نزلت عليهم ب3 معالق ميل فريك، نقعتهم بس فيهم لحد ما اضرب الخبيزه بتاعتي بالهاند بلندر كده. انتوا عارفين بقى، لو انا مثلا المفروض ان انا احط الفريك يستوي مع الخبيزه، بس لو عملت كده هبقى عايزه مفرغ فلاحي وانا ما عنديش. فانا عملت ايه بقى؟ بصوا يا ولاد، سلقت الخبيزه كويس قوي. بعد كده خدت شويه شوربه نقعت فيهم اللي هو البرغل. وبعد كده ضربتها بالهاند بلندر، ما حطيتوش الا بعد ما ضربتها عشان ما يتفرمش. تمام كده، متفقين لحد كده؟ بصوا حبايبي، هي دي بصلايه اتحمرت كويس معايا، دخلت اللون الدهبي، رحت نازله عليها بنص معلقه الثوم المفروم. كملت تحميرها مع البصله مع التومه. وبعد كده نزلت عليها زي ما انتم شايفين كده. والله العظيم مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي. طبعا بص، الخبازه دي بتاعت قدماء المصريين يا ولاد، في ناس ما تعرفهاش، بس انا بقول لكم اعرفوها. لو عندكم ثقه فيا جربوها. اللي يعرف شيف داليا وعارف وعنده ثقه فيها يجرب الخبزه، والله العظيم هتعجبكم قوي قوي. بس حبايبي يعملوها بالطريقه دي. في ناس بتسلقها وتصفيها، وفي ناس بتضربها في الخلاط، وطرق كتيره قوي. انا ما بحبش اي طريقه من الطرق دي، هي تتسلق في الشوربه. تتسلق في الشوربه تبقى معاكي، بصي، بالجمال والحلاوه والجمال دي، وتبقى ايه. جربيها في الشتاء اللي احنا فيه ده مع عيش محمص. يلا ربنا يحسن ما بين ايديكم حبايب قلبي، وسلام عليكم.